انا عندي اعتراف. انا كنت غلطان غلط كبير اما تخيلت ان النادي الاهلي غير جدير بالدوري المصري. انا غلطان. وعلى فكرة النهارده انا بقول لحضراتكم روقوا بالكم جدا، لا عايزين 3 نقط ولا عايزين ولا عايزين اي حاجة. الاهلي خد الدوري، انتهى. ما هو انت كمان ما تبقاش ما بتعرفش تلعب وما عندكش لعيبه وما عندكش طموح وما عندكش محاوله وما عندكش اي حاجه، وبعدين جاي بتدور ازاي الاهلي يقع. لا، الاهلي ما بيقعش. شكل كده الاهلي ما بيقعش، احنا بس اللي بنقع، وبيراميدز بس هو اللي بيقع. يعني بيراميدز ده النهارده الهزيمه بتاعته من البنك الاهلي، الجون بتاع مدبولي. يعني انت بتقول ايه؟ انت بتقول ان دي فرق غير جديره انها تاخد دوري. الاهلي هو اللي جدير، الاهلي هو اللي عنده الروح، الاهلي هو اللي عنده المحاوله على البطوله. انما احنا قاعدين مستنيين الاهلي يتكعبل، مستنيين الاهلي يقع، مستنيين الاهلي يتعادل، مش مستنيين ان احنا نكسب، مش مستنيين ان احنا نجيب لعيبه، مش مستنيين ان احنا نجيب مدرب كويس. مبروك للنادي الاهلي. وعندما يركب النادي الاهلي الدوري لا ينزل. انزل يا حبيبي عشان اخوك يركب ما بينزلش. انزل يا حبيبي علشان نطلع احنا ما بيطلعش. وعندما يعتلي الاهلي الدوري هيفضل راكب الدوري لغايه السنه اللي بعد الجايه. فانا بقول اهو، انا لا عايز 3 نقط ولا شايف ان الدنيا بتلف من اجل الاهلي. لا، الدنيا بتلف علشان تدي الاحسن. الدنيا بتلف عشان اللعيبه اللي عندها روح، عندها يا راجل. ده احنا النهارده الناس ولا همه ولا حاسس. ما طبعا انت النهارده عندك في الزمالك 11 لعيب، كل لعيب الاهلي مستعد يدفع فيه ملايين عشان يروحوا، بس هو مش مستعد يلعب في الزمالك، هو مستعد يلعب في الاهلي زي الفل. يعني قول لي اسم اي لعيب في الزمالك النهارده، اغلبهم نمره 1، اغلبهم نمره 1. انما هو مش قادر، ما عندوش طموح، ما بيقبضش، المرتب ما بيجيش، الحياة مش حلوة، محدش فاضلهم. ده قدرنا ان احنا نشجع فريق التاني او التالت او الرابع او الخامس او الخاسر. فارجوكم انا بتنازل عن كل طلباتي ولا مستني ال3 نقط. ولو عايزين تعيدوا الماتش نعيده، ولو عايز وقال يقول لك ايه، يقول لك لا بقى احنا هنسيب الماتش البيراميدز عشان ياخد. هو ده اللي انت قادر عليه؟ تسيب الماتش البيراميدز؟ طب ما تكسب انت، ما تكسب انت بيراميدز علشان تطلع انت في المركز الثاني، عشان تطلع انت لفوق. هو ده. احنا دلوقتي بنلعب لعب سلبي، اللي هو انا هسيب لهم الماتش، اللي هو انا هرفع قضيه، اللي هو انا هروح للكاس، انا هروح للكاف، انا هروح للكافيه. انما بجد بصراحه لا يستحق شيء، وبيراميدز لا يستحق شيء، والبنك الاهلي اجدع بنك فيك يا مصر، اجدع بنك فيك يا مصر. وهفتح حساب بالدولار كمان مش بالجنيه، وبالريال مش بالجنيه، وبالين الياباني كمان في كل فروع البنك الاهلي. حسبي الله ونعم الوكيل. راجل ده انا مركب دعامه، مركب دعامه، حرام عليكم. مش عارف ده كان ابويا ولا امي ولا اخويا الكبير كان اهلاوي. هو ده اللي هو ما انا لازم اروح لدكتور، انا لازم اشوف ايه الحكايه. انما في يوم واحد كل الشقلباظات دي، كل الاحباطات دي، احباطات كلها في يوم واحد بشكل واحد.
بطريقه واحده، كله للاهلي، مفيش حاجه. وهم قاعدين تعادل انت وتغلب انت. هو من امتى بيراميدز ده بيتغلب كذا ماتش ورا بعض؟ من امتى الراجل الخواجه اللي عندهم ده اللي بيقف يتنطط على البتاع ما بيعرفش يلعب؟ من امتى اللعيبه بتاعتهم تعبانه كده؟ احنا موجودين علشان نعمل الماتشات والاهلي ياخد الدوري. ما هو لازم تتلعب، ما هو الاهلي بس مش هياخد الدوري من غير ما تتلعب ماتشات. احنا موجودين نلعب الماتشات بس. فحضراتكم 3 نقط ادي، عيد الماتش ادي. وعلى فكره احنا مش مظلومين. اوعى تسمع حد زملكاوي يقول لك احنا مظلومين. احنا ظالمين. ده انت ظالم يا راجل، ده انت ظالم جمهور الزمالك كله. اما يبقى عندكم فريق يا بابا. فين رئيس مجلس اداره النادي؟ فين مجلس اداره النادي؟ حاله من حالات التعب المستمر، عدم القدره المستمره، التعب المستمر، اللا حيله المستمره، البكاء المستمر، الاحساس بالمظلوميه المستمره. والغلبان ده يعني ليه؟ يعني ليه نقول ايه طيب؟ سان داونز وبيراميدز، يلا بيراميدز وسان داونز، نقول ايه؟ عمرو اديب، اول تعليق ناري من عمرو اديب بعد فوز بيراميدز، على سان داونز. اول تعليق ناري من عمرو اديب بعد فوز بيراميدز على سان داونز والتتويج بدوري ابطال افريقيا. اول تعليق ناري من رضا عبد العال، وتعليق ناري من فلان الفلاني. وفرحه هستيريه النهارده فرحه هستيريه بسبب تتويج بيراميدز على سان داونز، فريق مصري. ابعد بقى انتماءاتك، بلا اهلي بلا زمالك، اركن. نحن في زمن الاستثمار. نحن في زمن الاستثمار صديقي العزيز، نحن في زمن الاستثمار. نحن تاني وتالت ورابع ومليون، نحن في زمن الاستثمار. هو ده الفريق اللي كسبك يا اهلي؟ هو ده الفريق اللي تعادل معاك في اخر دقيقة؟ هو ده يا اهلي اهو. شفت انت المشهد بتاع كريم عبد العزيز وشريف منير في فيلم ولاد العم؟ ها، هو ده جوزك ابو عيالك؟ هو بالظبط كده، انت فاهم؟ هو ده الفريق اللي كسبك يا اهلي اهو. قديم الدين على عينيه. ولا هدف الثاني لبيراميدز. يا نهار ابيض، ماتش خارج كل التوقعات وخارج اي توقعات. ليه كده؟ ليه كده ده انا كنت قاعد مستني خسارة بيراميدز. يا احمد تروق يابا، ده فريق مصري. انت مش مصري ولا يا عم؟ ملهاش علاقة يا عم، وحياة ربنا مالها علاقة. هو فريق مصري؟ مين قال لك ان هو فريق مصري؟ ده فريق اماراتي. طب اقول لك على التقيلة، انا من بني سويف، وبيراميدز ده المفروض تابع لمنطقة بني سويف. يعني المفروض انا اول واحد اشجع بيراميدز، المفروض انا اول واحد المفروض اشجع بيراميدز، ولكن والله ما بحبوش. فريق دمه تقيل على قلبي وعلى قلب كل الاهلاويه، ودي الحقيقه. احنا هننافق نفسنا، مش هينفع. لا يجوز يا صديقي العزيز ان ننافق نفسنا. مش هينفع يا ابو حميد، مش هينفع تنافق نفسك. بص كده في المرايه النهارده، اقف قدام ايها الاهلاوي، دي رسالتي ليك. اقف قدام المرايه، كلم نفسك، بص لنفسك، واجه نفسك بالحقيقه. هل انا ينفع اشجع بيراميدز؟ قولا واحدا لا. هل انا مبسوط علشان بيراميدز خد دوري ابطال افريقيا؟ اكيد لا. ولكن خلينا نقول ان السنه دي موسم او سنه الاستثناءات. باريس سان جيرمان 5، الانتر 5، وياخد دوري ابطال اوروبا. فريق بيراميدز
بيراميدز الكحيان التعبان ياخد دوري ابطال افريقيا على حساب مين؟ صن داونز. مش اي حد، لا، على حساب صن داونز. على حساب مين؟ صن داونز. صن داونز يا ولد، صن داونز اللي هي اللي كسبتك 5. يا دينا على حرقة الدم، حرق الدم ما بعدها حرق الدم يا رجالة. اقسم بالله بصوا، يعني حاجة من الاخر، حاجة تحرق دمك من الاخر. حرام بجد، بجد حرام. انا زعلان، اكدب عليك، انا كاهلاوي زعلان ومتضايق ومقموص وغضبان ودنيتي بايظه قوي قوي قوي. انا متضايق، انا متضايق وزعلان. ليه يا احمد متضايق كده؟ بيراميدز لا تاخد دوري ابطال افريقيا ليه؟ انت خد بالك، انت لما كنت بتقعد على ترابيزه المفاوضات وتيجي تتفاوض مع اي لاعب تقول له تعالى يا ولا، يا ولا تعالى عندي انا النادي الاهلي، نادي البطولات، نادي البطولات. انا النادي اللي هوديك كاس العالم، انا النادي اللي هخليك تشارك في نهائي افريقيا وتاخد كمان بطولة افريقيا. انت متخيل؟ عايز تروح اي فريق في مصر اتفضل روح، شوف مين هيوصلك للي انا هوصلك ليه. دلوقتي بيراميدز زي انت فاهمني، هي كان معاها فلوس، لكن الميزه دي ما كانتش معاها، دلوقتي بقت معاها. شوف بقى شريف اكرامي ورمضان صبحي بعد يلوي. حوش بقى من عند دماغك يا معلم، حوش من على دماغك يا معلم. لو انت راجل، لو انت راجل حوش من على دماغك وشوف هتعمل ايه، هتتعامل ازاي في الموقف ده. شوف، اتفضل جرب حظك، جرب حظك صديقي العزيز، وشوف سان داون اسمه ايه ده، بيراميدز بنجومه اللي هم المطاريد بتوع الاهلي هيعملوا ايه بعد. ياه على الفرحه الهستيريه حمص اللي هم هيكونوا فيها. ياه. اه، ده انا تقول والله العظيم 3 نحن في غم، نحن في غم صديقي العزيز. الليلة ليلة بائسة على كل أهلاوي. كل الأهلاوية النهاردة متضايقين وزعلانين وغضبانين. النهاردة يوم مش حلو، النهاردة يوم أنا أعيط، أنا شخصيا أعيط. النهاردة يوم مش حلو، وأنا مش عارف ازاي بكرة هروح الشغل، أقسم بالله ما عارف. وقابل صحاب الزملكاوية ازاي؟ ليه هما الزمالك هما اللي خدوا يا عم؟ هي ما هي والله فرقتش. زمالك من بيراميدز الاتنين ايد واحدة، ايد واحدة صح. يا ربي يا ربي، كنت اتمنى ان صن داونز تحسمها، ولكن يشاء القدر ان بيراميدز هي اللي، يلا ما علينا، هنعمل ايه؟ اداء الله وده حكمته، الحمد لله. ان شاء الله ان الاهلي يعوضنا الموسم الجاي بكام بطولة كده بس، وخلص كلامي لحد هنا. سلام. كان زعلان أوي. سلام يا رجالة، سلام، عشان أنا اتخنقت.